120 مليار دينار جزائري هو الغلاف المالي الذي استفادت منه ولاية وهران الساحلية والمخصص لإنجاز وصيانة الأقطاب العمومية على غرار الموانئ، المطار والطرقات. هذا ما جاء على لسان المسؤول الأول عن القطاع. Oran, c'est 120 milliards de dinars de programme. 120 milliards, c'est faramineux. Mais il faut de la rigueur dans la conduite de nos projets pour ne pas déséquilibrer les objectifs de notre secteur au niveau local et au niveau national. Et la rigueur nous permet de prioriser et de passer vite. Alors, quand je dis Oran, je félicite le secteur. Il n'y a aucune opération qui ne soit lancée. Pour nous, c'est un gage de sérieux et d'aptitude à la conduite. Donc, il faut rechercher la rigueur. La rigueur sur le chantier est très fondamentale pour la rigueur économique de nos projets. Surtout qu'on doit maintenant prioriser et consacrer un peu plus d'attention à l'entretien. مشروع مخرج من وهران إلى طريق السيار شرق غرب الذي يضم 8 كيلومتر في الشطر الأول، حوالي 75% منه تتعلق بالجسور المشاة. وحسب الوزارة ورغم أهمية المشروع البالغة إلا أنه معقد للغاية. وهنا رانا في مشروع لمخرج من وهران إلى طريق السيار شرق غرب، والشطر الأول فيه 8 كيلومترات، فإنه شطر هام جدا اللي هو اللي غادي يضمن الخروج من الميناء ومن البحر حتى طريق السيار. وهذا مشروع اليوم الشطر الأول فيه 8 كيلومتر، في هذه 8 كيلومتر تقريبا 75% من الإنجاز هو يتعلق بالجسور، المنشآت الأساسية كالجسور كالنفق. فإنه مشروع هام ولكن متعقد. شراكة مع وزارة الداخلية كشف عنها وزير القطاع لرفع الضغط على البلديات من أجل تدخل لصيانة وتعبيد الطرقات التابعة للبلديات. لأن احنا في القطاع مع سي وزير الداخلية مشكور غادي نديروا تنسيق وانسجام بالنسبة للتدخل على مستوى طرق البلديات، نظرا لضعف مستوى التدخل تاع البلديات، ضعف الإمكانيات المالية، لأن البلديات عندهم بعض الوسائل للتدخل في الطرقات. أعطيناهم بعض الوسائل، قلنا نديروا مع بعض الجانب المالي، التدخل المالي من طرف الوزارة. سي الوزير الداخلية متفق تماما مع هذه المنهجية الجديدة. مشاريع تنموية معول عليها لبعث روح التنمية في الولاية، وقطاع الأشغال العمومية في أول القائمة. هذا وعاصمة غرب الجزائر ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2021.